السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. هنعمل شوية فيديوهات جميلة قوي هتعجبكم. طبعا الأكل لا أستغنى عنه. هنعمل مع بعض حاجة جميلة، هنشوف فيديوهات حلوة. أنا في زيارة خارج القاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، فحبيت أنقل لكم الصور الجميلة الموجودة في البلد الجميلة. ده فيديو هصور لكم فيه أنا رايحة دلوقتي على منطقة جميلة قوي، منهاتن، منطقة تحفة. فده الطريق اللي أنا ماشية عليه. الطريق ده جميل جدا. الطريق دوت كوبري كده كبير قوي، عالي قوي، يعني يتخطى حوالي 20 دور فوق الكوبري اللي احنا ماشيينه. وحوالينا دي العماير، دي ناطحات السحاب. زي ما احنا شايفين احنا فوق الكوبري وشايفين كل العماير العالية جدا. كوبري كبير قوي قوي، حوالي 20 دور من الأدوار اللي احنا بنسكنها. بصوا جمال ناطحات السحاب واحنا ماشيين حواليها. بصوا جمال المنطقة نفسها، والطريق طول ما انت ماشية بتستمتعي بحاجات جميلة. ناطحات السحاب كل ستايل بتاع العماير كلها زي ما احنا شايفين ستايل واحد، شكل جميل. ناطحات السحاب حوالي 120 150 دور. طبعا حاجات رهيبة، حاجات جميلة خيالية جدا. خلصنا الكوبري اللي احنا كنا ماشيين عليه وابتدينا نمشي في شوارع جميلة قوي في نيويورك. البيوت جميلة جدا، ديزاين واحد، مفيش اختلافات كتير. بصراحة الشغل جميل جدا عندهم. العين بصراحة بتشوف حاجات ساحرة جميلة قوي. واحنا ماشيين كنت بتفرج على عماير حلوة. بصوا الطريق كله ممتع ساحر، بتتفرجي على حاجات حلوة لحد ما توصلي للمكان اللي انت عايزاه. المرور عندهم جميل، العربيات ماشية منسقة جدا، كلهم ستريت واحد، مفيش حاجة بتيجي عكس حاجة خالص. كنا ماشيين وكنت بستمتع قوي بالطرق الجميلة وفاضية. كان حوالي الوقت تقريبا 6 المغرب، يعني ده بيعتبر عندنا يعني الوقت الحيوي جدا اللي احنا بنمشي فيه. بصوا في مداخل عماير جميلة، بيهتموا قوي بمداخل العماير. دي من الحاجات المهمة عندهم، زي ما بتهتمي ببيتك دي لازم تكون موجودة عندهم. حتى الجراشات الكلام دوت كله مداخل جميلة. الطرق سهلة وجميلة، شايفين فاضية هادية منسقة، بتقف العربيات بتستنى الإشارة، الكف الأصفر اللي احنا شايفينه محدش يعدي. مجرد ما بتبقى كف أبيض كله بيعدي بأمان. مفيش حاجة إنها أعمل شطارة وأتخطى المرور، لا، هناك قانون، قانون يعني قانون، كله بياخد مجراه، فكله بيمشي. وهو طبعا في نظام تام ونظافة تامة. والشوارع بصوا هادية جميلة قوي. ناطحات السحاب ما زالت حوالينا في كل مكان. شكل بصراحة جميل قوي، حاجات رائعة أكتر من رائعة. بيوت منسقة، إضاءة خافتة جميلة قوي. بجد أنا كنت مبهورة مبهورة جدا بالشوارع وبالأماكن اللي كنت بروح بيها. دي مش أول مرة على فكرة أزور نيويورك، دي تاني مرة بالنسبة لي. وكل ما بروح بلاقيها تطورت وأحلى وأحلى. ليه؟ لأن احنا البني ادم لما بيبدا بنفسه في كل حاجه كل حاجه تبقى حلوه. مفيش حاجه اقول يعني جيت عليا انا، لا، جيت عليك انت. لان لو كل واحد بيبدا بنفسه في كل حاجه كل هتبقى حاجه نظيفه وحاجه حلوه حتى لو كانت بسيطه. هو بالنسبه للتطور اللي عندهم فالحاجه بتبقى جميله وحلوه وكل حاجه. بصراحه شوارع نظيفه كنت بحب امشي بيها قوي فيها، ببقى مبهوره. ده ما زلت في طريقي لمنهاتن، المدينة التي لا تنام، المدينة اللي بيجي لها ناس من كل مكان عشان يتفرجوا عليها. شايفين ان دي بيوت جميلة قوي، عديت منها كده، ديزاين قديم بتدينا شكل الاسكندرية. وده معبد يهودي عديت من عليه، حبيت قربت كده بالعربية وحبيت اصور لكم المعبد اليهودي. بالنسبة بقى للمنطقة وزي ما دي احنا هتاخد شايفين معانا كده وقت. دي مرينا كده اكبر من أكبر بارك في بارك في نيويورك، نيويورك اسمها سنترال اسمها بارك. سينترال بارك. دي جميلة كبيرة جدا قوي، وكبيرة، مساحتها وكان كبيرة الطريق جدا، طويل موجودة برضو في وواخدة نيويورك. مساحة مشينا كبيرة من قوي جنبها قوي قوي. كتير. هي المفروض طبعا بتبقى هي في أوراقها الشتاء كلها بتكون زي ما احنا خضراء شايفين وبتبقى الأوراق جميلة كده، يعني بتاعتها المنظر بيبقى رهيب. تتساقط، لكن لو في طبعا عشان احنا في الصيف الشتاء كل بيبقى الأوراق الأوراق دي خضراء تساقطت وجميلة
بقت جدا، الشجرة كده زي ما احنا شايفين. وخدنا مدة أخدنا كبيرة واحنا مسافة ماشيين طويلة في لغاية ما الطريق طلعنا الجميل دوت، من أكبر بارك في نيويورك، البارك في نيويورك، وابتدينا كده وفضلنا نطلع ماشيين. على منظر جميل قوي قوي قوي، الشوارع فكرني زي ما احنا بالأفلام كده شوية شايفين. أجنبية. وبعد كده طلعنا تاني على الطرق الجميلة اللذيذة الهادية اللي كلها استمتاع. بقيت ماشية يعني العين كانت بتستمتع. بصوا الحنطور الأمريكي بقى بجد بهرني، يعني أنا ما كنتش متخيلة إن علي حنطور كده هناك. قربت منه برضو وصورته. الأصفر ده التكوسة الموجودة هناك. الدنيا هادية، الدنيا رايقة، في نظام، في يعني بصراحة استمتاع بالنظام الموجود هناك والمناظر الرهيبة. كل ده الطريق اللي احنا ماشيين عليه أخد معانا حوالي من البيت عندي لغاية ما وصلنا معرفش تقريبا نص ساعة. وصلنا كده بقى في بداية منهاتن الجميلة. سوري لو أنا صوتي شوية، بس معلش تغيير الجو كان تعبني شوية. وصلنا في بداية دخول منهاتن الجميلة. طبعا إن شاء الله دي بدايتها، وحبيت أوريكم الطرق. إن شاء الله في جزء تاني على فكرة هنبقى جوه منهاتن نفسها. شايفين العربيات الجميلة دي؟ عربيات أكل بتكون موجودة هناك، ودي بتبقى بتصاريح وتراخيص وبتبقى جميلة قوي، وبيبقى الأكل فيها بيطلع بيرفكت جميل، وناس طبعا منظمة. بصوا هنا برضو عربية تانية للأكل، وفي عربية تالتة. كل الحاجات دي جميلة، وبيبقى عليها على فكرة رقابة وكل حاجة، مفيش حاجة بتمشي عندهم عشوائيا. المكان ده بقى كله شاشات جميلة جدا، فيها عروض شاشات هايلة، مناظر بجد بجد تحفة أبهرتني. ودي من بداية طريق منهاتن، المدينة التي نتنام. بيجي لها ناس من كل مكان، صورتها أبهرتني. جزء تاني إن شاء الله هنبقى مع بعض، هيبقى الجزء التاني كله المدينة التي لا تنام. انتظروني، وما تنسونيش من اللايك والشير وتفعيل الجرس.